في أول تقرير اللي راح نقدمه الآن، وهو في ربما يعني تصريحات لأول مرة تعرض، راح نلتقي بشقيق أبو بكر من خلال تواصلنا معه وزرناه في بيتهم. لكن شقيق أبو بكر يعني هو طلب أنه ما تطلع صورته، ربما لتهديد، ربما لخوف، ربما لإجراء أمني. وطبعا نحن نحترم الآراء الشخصية لكل من يظهر معنا في برنامج الهوى عراقي، لذلك سيتحدث في تفاصيل عملية اختطافه، وكيف كان هناك اتصال تليفوني خاص عبر تليفون أبو بكر. راح يشرح لنا تباعا كل الخطوات من اختطافه إلى حين قتله، إلى حين يعني كل التفاصيل السرية ربما، ولكن لكثرة المعلومات اللي قالها يعني حاولنا أن نختصر ما يقول شقيق أبو بكر. إذن الآن سنتابع وحصريا في برنامج الهوى عراقي مقابلة مع شقيق أبو بكر السامرائي. ماذا يقول؟ ماذا فعلت والدة أبو بكر حينما علمت أن ابنها قد غادر الحياة بطريقة وحشية؟ وماذا فعلت عندما رأت صور ابنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وربما هناك رسالة غامضة؟ إذن سنتابع كل هذه التفاصيل وكل هذه الأسئلة راح يجيب عنها شقيق أبو بكر السامرائي بهذا التقرير. الحجية بساعة 5:30 تتصل يوميا به، انه هو كل ساعة كل نص ساعة من يرجع تظل تتصل عليه تطمن عليه. بذاك اليوم هي كان صايم الحجية، من يروح بكر للالتحاق من اول يوم لحد ما يرجع هو انه الحجية تبقى صايمة. اوكي، فقبل الفطور دقت عليه قالت له بكر انت وين؟ قال انا كملت كل شيء ان شاء الله هسه، فويت غاز، اكو كانت مشكلة بالصوندة حليناها وهسه ان شاء الله راجعين كربلاء بالطريق. وكان يوم اربعاء، فقلت له الحجية قلت له تجي يوم شويه خطر الوضعيه، قال لا حجي انه باكر انا متفق ويا جماعتي بالمول جايين ضيوف حتى استقبلهم. فمن اجى بكر صارت الساعه تقريبا 5:30 ورا الفطور، اتصلت بي الحجيه وتليفونها كان مغلق. ليه تصفر؟ ف ظلت تدق عليه، احنا كنا نطمنها انه خاف شبكه ماكو، انه خاف خلص شحن تليفونه، انتظري من الناس ساعه ونص بكت يوصل كربلاء حتى نقدر انه نطمن عليه. ظلينا تقريبا ساعتين نتصل به، تليفوناته كلها مغلقه. فاتصلت بالحجي، الحجي رجع خبر على الولد اللي بكربلاء اللي يروح يبات يمه، قالت له خضير ابو محمد بكر ندق عليه تليفونه كله مغلق. فالولد خطير ما قدر يحكي. تقريبا بقينا 48 ساعة ماكو أي اتصال. بعدين انفتحت تليفونات بكر، عنده أرقامهم ماخذ وياه 3، دزونا أول شي رسالة مكتوب ابنكم موجود يمنا، كل شي ما بي، إذا يهمكم أمره تعاونوا معنا، أبقوا على النت سنراسلكم لاحقا. أوكي، فاتصلنا بيهم حتى نسمع صوتهم، فكاتب مراسلة فقط بدون اتصال. فقالها انت والدة بكر؟ هاي يحجون من تليفون بكر ويا الحجية. اوكي، فقالت له اي وليدي اني امه، رحم الله والديك يا وليدي. فكتب شنو السبب اللي يجعل واحد اسمه ابو بكر يعمل مع الحكومة. هاي كانت اول اتصال. ظلينا نتراسل وياهم، ردنا نعرف شو يريدون. ف دخلنا باكثر من موضوع، يختفون يرجعون ورا فترة، بس ما قدرنا نحصل من عندهم اي دليل. دخلت علينا مجموعة ثالثة رقم أمريكي آخر يعني، فقال أوفوا كل الأجهزة الباقية، كل الاتصالات اللي وياكم اقطعوها لأنه إحنا اللي يمنا هو. زين إحنا اتفقنا، زين شنو اللي يثبت إنه هو يمكم يعني؟ فقال راح أدز لكم دليل إنه ابنكم موجود يمنا. فكان دليل إنه صورة إله، إنه إيديه مكبدة ظهر بيها بشناطات. هي صورة ملتقطيها من فيديو 47 ثانية. اوكي، يبين انه هو كان يعني تقريبا تاريخ مالتها بالضبط 26/1/2017 الساعة 11:32 مساء. اوكي،
فمن شفنا الصوره من الصدق يعني انه تاكد انه هم هذول المجموعه اللي موجود يمهم بكر. قال باشر الساعه 11 ادز لكم الفيديو مال الاعدام مالته. اوكي، انتظرنا ورا ما صارت هاي الحادثه 5 ايام ماكو اي اتصال من عندهم ولا اي مجموعه. اوكي، فدخل علينا شخص على الفيسبوك على الحساب مال حجي، شخص اسمه الغريب العراقي. اوكي، قال انه احنا موجودين وحاولوا انه يدزونا الفديه. اوكي، قلنا لهم ان شاء الله تدلل، بس اعطينا العنوان. هم اختفى. هاي 11 فبراير تقريبا الساعه 11:02. اوكي، ورا فتره رجع هو نفسه الغريب العراقي الساعه 9:30 بالليل يوم 20 بالشهر، او يوم 19/2. قال له حجي راح ادز لك صور لابنك. اوكي، فالحجيه كانت متامله كلهم كيفه وتتباوع بس على التليفون تريد تشوف صور بكر. فالحقيقه دز الصور مال الاعدام انه راسه مقطوع والدم دا يذب من عنده، والصوره الثانيه. فالحجيه بذيك اللحظه يعني فقدت اعصابها، والاهل كلها فقدت اعصابها، وصارت مأتمه هنا برا بالجراج. فحكيت انا وياه، فقلت له هسه جثه وين مالته؟ فقال لي ماكو. ف قلت له اللي ويا الولد 2 موجودين لو بعدهم لو؟ فقال لي لا انعدموا بنفس المكان. زين بس اريد صورهم بس يثبت شيء. فقال لي دز لي حساب اهلهم حتى انا احكي وياهم. فما جاوبته. فقال لي الظاهر انتم بعدكم بيكم نفس وطني، فانا راح اعرف شلون اجيكم للبيت وانا اعرف شلون اخذ حقي. فقلت له اللي اضطر روح هو يرجع ياخذها.